أيضًا جدل آخر يتواصل في نادي مولودية الجزائر، وحديث عن استقالة جمال بالعمري أو بقائه في منصبه، وكثر الحديث خاصةً بعد قضية يوسف بليلي. يوسف بليلي الذي شارك اليوم مع نادي الترجي التونسي في أول مباريات الدوري التونسي ضد النجم الساحلي. الترجي فاز ب3 مقابل 2، يوسف بليلي تمريرة حاسمة في الهدف الأول. كنا نتحدث عن تكوين المناجر، أيضا أزمة جديدة في مولودية الجزائر. جمال بن عمرو. لا، جمال بالعمري في الحقيقة ربما يعني كاين بعض الشروط تتوفر في جمال بالعمري. صحيح. واحنا كاعلاميين عرفناها. اولا كلاعب يعني تبارك الله، يعني قدم دولي. عليه كلاعب دولي قدم عليه. ثاني ثانيا هو لما انهى مساره اللي ما عندوش مسافه اللي انهاه، يعني اصبح محلل في القنوات ولا وفي بأس به. مستوى جيد. هذا هو الشيء اللي ربما بقينا مندهشين. صحيح. الله يبارك يعني. انا نظن تحليله في يعني المستوى جام، نعم. ايوه دونك يسمى ان نقول انه اذا مشى في المسار ووفق الى حد ساعه. نعم. مشى للمناجير. قبل كنا نقولوا المناجير تتطلب شروط صحيح. ومقاييس ومعايير. هذه المناجير. نعم. كنا نتكلموا على الاطارات خريجي المدرسه مثلا في هذا المجال اللي هو المسير الاداري، المناجر الاداري، لانه فيه تسيير مالي اداري قانوني وغيره. صحيح. هذا هو الشيء. بالعمري، بدا يعمل مباشره كما راه يعمل نعمل نعم، في شباب نعمون أو أيضا يعني تعاون في التصيف، نعم. كثير من اللاعبين القدامى. فيعني من جهه توفر فيه هذه الشروط اللي تخليه يعني لو كونتاكت يكون فاسيل. مم. لا بروف يعني لما يتعامل مع لاعب ماهوش كيما هذاك الاداري اللي كانوا معاه كانوا موسمين معاه. هما قبل، بارك كانوا الله فيك. معاه، نعم. ولكن يتوجوا معاه بالبطولة. ولكن رغم كل هذا هناك مقاييس اخرى اللي قلت تكلمت عليها، والا اطار اخر اللي يكون منضبط ويتماشى، والقوانين المعمول بها في تسيير مثل هذه الصفقات. اذا كان ما كانش فيه عمل جماعي مثلا، الاداره كاداره والمدير المدير رئيس مجلس الاداره وكذلك المحامين والمحامون عفوا، فكل هذا يخلي يعني يعطي يعني صورة نجاح لهذه جيد. المؤسسة. اليوم احنا شفنا تدخلات نتاع بالعمري في البداية. كانت فيه يعني تدخلات أكيد كان يعني لايق من نفسه، ولكن حسينا من الناحية القانونية لما يتكلم فيه كانت فيه بعض الثغرات. نعم. كانت فيه سيد ياسين، هل جمال بالعمري باق في منصبه أم قدم استقالته؟ انت تريد التحليل ولا المعلومه؟ معلومة. والله شكرا معاذ، بارك الله فيك. والله التحليل في مستوى تحليل منطقي، ويعني واش كنت تقول هذيك هي الحقيقه. ولكن اليوم ما يحدث في مولوديه الجزائر بعض الحقائق او بعض المعلومات اللي نملكها، هو انه جمال بالعمري راه غايب عن النادي او عن مكتبه بمركز زيرالدالي اليوم السادس على التوالي. اليوم السادس جمال بالعمري ما راحش الى مكتبه بمركز واسمه زيرالدا. العلاقه نظن يعني بينه وبين اداره مولوديه الجزائر تعرف توترا كبيرا. نظن انه جمال بالعمري ابدا تذمره من طريقه اداره يعني فتره التحويلات الصيفيه والقرارات الخاصه بالاستخدامات. يعني وحسب جمال بالعمري نظن المقربين منه ياكدوا انه جمال بالعمري متذمر من وجود بعض التدخلات من خارج النادي في عدد من الملفات الاداريه والرياضيه. بالعمري نظن كان يعني اكد للعديد من المقربين انه كان تفاوض مع عدد كبير من اللاعبين، اخرهم درمو وادم والناس. نظن السبب اللي خلى هذه اللاعبين ما ينضموش الى مولوديه الجزائر او المفاوضات معهم مازالت متواصله هي نقص السيوله الماليه. لما تكون نقص السيوله الماليه يكون يعني اللاعب من الصعب جدا انك باش تقنعه يجي يعني لمولوديه الجزائر. نظن انه طيب أستاذ ياسين، كيف نقص السيولة مع وجود سنطرة؟ يعني مش يعني اموال مش يعني جمال بن عمري لما يتفق مع لاعب ثم يذهب الى الاداره
ثم الاداره تذهب الى شركه سوناتراك، يعني تضيع يومين او 3 ايام. اذا نظن اذا انه اذا ليس نقص السيوله، نقص الصلاحيات لجمال بالعمري. ربما نقص الصلاحيات، ولكن حتى من حيث السيوله، بعض الانديه لما تتفاوض مع لاعبين تتفاوض معاه يعني في الدقيقات مدوا الاموال. اليوم اللاعب ما ينتظرش، واسمه هذا من جهه. نظن انه جمال بالعمري يطلب من الاداره، نظن في 48 ساعه القادمه اما اداره النادي تخرج الى الانصار وتقول الحقيقه، او انظن انا حسب يعني رايي انظن حتى جمال اسمه بالعمري راح يخرج ويذكر الحقيقه كما هي. نظن الحقيقه اليوم موجوده عند اداره مولوديه الجزائر، موجوده حتى عند مسؤولي سوناتراك. ما هو السبب الذي يجعل التاخر في الاستخدامات؟ نظن انه حتى يعني في الايام الاخيره نظن حتى بعض اللاعبين اعطوا الموافقه المبدئيه باش يجوا مولوديه نعم الجزائر، ولكن التاخر يعني هذا خلى استاذ ياسين، استاذ ياسين، يعني يتريثوا باش طيب يجوا الى مولوديه. استاذ ياسين، معلومه وايضا احتاج معلومه وليس تحليل. هل جمال بالعمري هو من يملك القرار الاخير حين يتفاوض مع اي لاعب، ام هناك مسؤولين اخرين يجب ان يعود اليهم؟ هو المنطقي مثل ما يحدث مثلا في شباب الوزداد او في انديه اخرى، مثلا في شبيبه القبائل كاين واسمه منصوري، كاين واسمه فيسطيف، كاين في شباب الوزداد. هذا منطقيا هؤلاء هم من يملكون القرار النهائي مثلا في جلب اللاعبين بالتشاور طبعا مع المدرب. ولكن نظن انه في مولوديه الجزائر هنا يعني هناك اشكال بين جمال بالعمري وبين اداره مولوديه الجزائر. مثلا نظن انه كانت عندي معلومه، نظن انه جمال بالعمري يتفاوض مع اللاعبين لفسخ عقودهم او تحويلهم قبل ان يتفاجأ جمال بالعمري في 48 ساعه انهم موجودين في التدريبات. يعني هناك ناس في مولوديه الجزائر هي اللي راهي تتخذ القرارات جيد، يعني خلينا نروح الى الجانب الاداري الان. حتى هو نعم يعرف بهذه جيد. تدخل في صلاحية أستاذ مراد بوطاجي في الجانب الإداري أيضا يمثل عرقلة لأي مشروع. فعلا فعلا فعلا. انا نرجع للسيوله والحق ياسين. هو المشكل في المولوديه، وهذا هو الشيء اللي سمعناه على كل هذه المعلومه، قضيه السيوله. ولكن السيوله هذه موجوده في النوادي اخرين. صحيح. السيوله تقدر تكون كثيره تقدر تكون كذلك ناقصه، ولكن باش ما تبانش كثيره وما تبانش ناقصه، واش الحل؟ الحل هو الصلاحيات نتاع كل عضو اللي يعمل في هذا الاطار. لا، نعم. صلاحيات اولا لازم نوضحوا صلاحيه كل شخص او كل فرد. صلاحيه رئيس مجلس الاداره، وصلاحيه المراجع، نعم. والاعضاء اكيد اللي معاه. هنا لما تتوضح الصلاحيه وجمال بالعمري مثلا يعرف انه السيوله هو الحدود تاعها، هو الحد تاعها، لانه السيوله تزيد ولا تنقص. هي ميزانية الفريق. ميزانيه الفريق، بارك الله فيك. وفيما يخص الصفقه هذيك شحال راح ندفع. صحيح. إذا لو كانت تكون صلاحيات واضحه في اطار منظم، في اطار محترم، لما نخرجوا من الاجتماع كل واحد وعلى باله واش يعمل. صحيح. هكذا ولا لا؟ وانا كبالعمري نمشي على بالي كيفاش الميزانية اللي نتكلم الميزانية بها. راح نتكلم بها. اذا كان ما كانش وضوح بالنسبه فيش لهذه تواصل السيوله بها. وهذه الميزانيه، فانا نظن نوقع في مثل هذه الاخطاء. صحيح. سيد ياسين، هل انتهت قضية يوسف بالليلي بعد مشاركته اليوم؟ أستاذ ياسين، قلت لك هل انتهت قضية يوسف بالليلي بعد مشاركته اليوم؟ هو الجواب توجد عند إدارة مولودية الجزائر. إدارة مولودية الجزائر هي لمدة يعني أنه في بيان رسمي أنه يوسف بالليلي أمضى على عقد مع مولودية الجزائر. اليوم على إدارة مولودية الجزائر بيان رسمي وأيضا تصريحات رسمية من طرف جمال بالعمري وتصريحات رسمية أن نتمنى أن إدارة مولودية الجزائر هي اللي تخرج اليوم وتتحدث وتقول الجديد في هذه القضية. نعم. إن شاء الله. يعني ما كاش حاجة فوق بيان رسمي من إدارة النادي. طيب ما عنديش وقت بزاف أستاذ ياسين، نروحوا إلى موضوع آخر ومهم جدا. عنتر يحيى في المنتخب دون الحسم في المدرب الأول للمنتخب الوطني، هل التأخر في هذا الحسم سيؤثر على تربص سبتمبر؟
والله يا عبد الملك، هي نظن أن الاتحاد الجزائري يتريث حتى لا يخطئ، نظن انه كما قلت لك في المره السابقه عن طريق يحيى تواصل مع عدد من اللاعبين. نظن اللاعبين اليوم اللي ينشطوا يعني اللي كانوا موجودين في كاس العالم، وبعض اللاعبين اليوم اللي راهم يتالقوا في الانديه تاعهم من اجل التربص المقرر شهر سبتمبر ومباراتي زامبيا والبوروندي. نظن الاتحاد الجزائري لكرة القدم كلف عن طريق يحيى بهذه المهمه الى غايه يعني الاتفاق مع يعني المدرب الذي سيشرف على المنتخب الوطني. كان فيه معلومات انه المدرب الجديد سيعلن عنه قبل 30 او 31 اوت الجاري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة الإعلام الرياضي، كنتمنى الحلقة اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم، ونتمنى أيضا تكون الآراء ديالكم في لي كومونتير، ولا كان ممكن تدعمونا باللايك والاشتراك، وشكرا، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.